قاعد فاضي ولا بيا ولا عليا وهموت وانام، لقيت فيها كمان فاضيه مش لاقي حاجه تعملها وعماله تنزل في احداث قديمه. ومن ضمن الاحداث ديت بقى حدث الاساطير الدوليين اللي فيه الاسطوره كرويف ودي بروين وفيليب لام. فالنهارده هيكون معانا رحله البحث عن الاسطوره الهولنديه كرويف. انا اتوقع ان احنا يطلع لنا الاسطوره كرويف من الباكجات. اكتب في الكومنتات ويلا بينا على الفيديو. زي ما انتم شايفين يا رجاله فيها احداث كتيره قوي، دوري الابطال والميه ومش عارف والثنائيات الافضل، في 2 ثنائيات افضل ما اعرفش بيعملوا ايه. بس من ضمن اهم حدث بصراحه لفت نظري في اكتر لعيبه انا محتاجها هو كرويف ودي بروين من الحاجات ديت، فاهمني؟ فباذن الله دلوقتي هنفتح بال 25000 جوهره اللي معانا وان شاء الله نكسب لاعب محترم. فنودي اول سحبه ب 3000 جوهره ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. فكك عايزين نشيل اللايك بتاعك في القناه عشان ربنا يرزقنا كده. مش بقول لك اعمل لايك عشان ربنا تعمل لايك، ربنا يرزقنا يكرمنا سوا. اعمل عزيزي لايك. والفتحه الثانيه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نسال ايه من اي لاعب من الخط الامامي نضمه لتشكيله المعاقين بتاعتنا. وطبعا يعني هي جابت لاعب من الخط الامامي بس ما جابتش لاعب بني ادم يعني، بس هو من الخط الامامي عايز ايه تاني يعني. وثالث فتحه ويا رب بقى تستعجل معانا كده يا جدعان، عايزين اي حاجه. مش عايز حد يعني من الخط الامامي بس بني ادم يعني، من الخط الامامي بس اوفر عالي يعني، خد بالك انت. والفتحه الرابعه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هل من بني ادم مهمه مسترده احتفال الحالمون. يا عم احنا حالمون فعلا. والفتحه ما اعرفش رقم كام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا جدعان طب انقل على حدث تاني. طيب ما انا مش فاهم ايه الدنيا. طيب في ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان يا فيفا. يا رب يا رب مش عايز ال 25000 جوه يروحوا كده يا جدعان. يا رب اكرمنا يا رب ما يروحوش كده. بسم الله يا الله يا جدعان والنبي اي حاجه يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن يا جدعان اي حاجه يا جدعان. صلى على النبي عزيزي، صلى على النبي وسبسكرايب كده معانا. بسم الله يا رب يا فيفا. اخر فتحه يا جدعان. 25000 جوهره راحوا هباء يا جدعان، ما طلعش اي حاجه. 25 جوهره في الارض. ماشي يا جماعه والله كنت خلاص هقفل تفجير الباكجات وكنت هنقل على هيت بس اكتشفت ان انا معايا 5 من اللي هي بتاع الحلمون ده. ماشي يلا بينا بقى نكمل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا جدعان خلاص يعني. هو عشان كسبت البيتيت في الفيديو اللي فات بيقول لك خلاص كفايه عليك كده بقى، خده وافرح بقى خلاص ما عادش ليك حاجه عندنا، روح العب بعيد. وتاني فتحه يا رب. ايوه ماشي يا فيفا شوف يا رب. اخر تالت فتحه من ورا بسم الله. تمام. انت يا اسطى بتطلع لي من ساعه ما نزلت فيفا، ارحمني يا رب. اخيرا بس دي 20 بس باين. بسم الله الرحمن الرحيم. من انت؟ أرنا ما لديك. إنه أسباني ويلعب في الإس تي وفي ريال مدريد. يا ترى من هو؟ إنه الجونزالو الذي أوفر 113. وآخر فتحة وما عدتش فتح تاني على أمي. دي لعبة وسخة ما عدتش عايز أجي هنا تاني. طلعوني من هنا ودونا على الديفيجن. كفرنا في الباكجات ونروح ندفع بقى الديفيجن معروفة يعني مش محتاج. وبالنسبه لتشكيله المعاقين اللي احنا هنخش بيها في الديفيجن فاحنا طلعنا المعلم جديد في الفيديو اللي فات وطورناه الاوفر 120 وده بقى منظر الطاقات وبدا يعني ابتدى يبقى بني ادم شويه بس لسه عم نكمل معاه تطوير شويه. وجبت المعلم بيدرو نيتو من الوقت الاضافي. تمام جبت مش عارف انا جبته لسه راحه بس انا جبته وخلاص كده. بس هو بصراحه لحد دلوقتي مش مكفي الغرض، ما اعرفش هو بني ادم ولا لا. اللي معاه نجربه اكتب لي في الكومنتات. وبس انما بقيه التشكيله بقى فهي ما اتغيرتش ومفيش غير بيدرو نيتو وبيتيت ده بس فاهمني. فيلا بقى على الديفيجن يا رب ما نطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي أنستي سادتي ها هي انطلاقة المباراة التي هي سنصطحن فيها يعني. محتاج العربان خطر حاولنا راشفورد أخطر اضغط يا أخو ده يا جدعان انا بتعب. ايه التخلف ده؟ خالد واقف بيتفرج تمام والكوره جات له المدافع بيتفرج وبصها للجون وما صدهاش برضه. يا جدعان ايه التخلف ده؟ هو تقريبا هالاند قلب على الظاهره، ما اعرفش بيفنش بكده مضافه كده ازاي. تمام. ميسي فاضي ابعت. ايوه جميله ابعت كده. انا بحب اوظف انا اسف انا اعذرني احنا في ظرف طارئ وعايزين نتعادل. اعذرني يبقى تاخد حلو فيها يا جدعان والله. نرجع والله في الماتش مش بعيد. حط يا فان. خطره ديت وحشه قوي وحشه خالص وحشه قوي وجيمس واقف بيتمشى ما اعرفش ليه الحقيقه بس يرجع يا استاذ جيمس بعد اذنك.
ما خلاص يا هالاند يا اسطى، ازاي بيفنش لوحده تاب ان كده؟ ازاي ده احنا مش عايشين يا جدع، ده احنا معناش مهاجمين، ازاي كده؟ ده انا ما تعرف لو انا اللي بعملها والله، لو الكوره جايه كده او لو لمست زرار التسديد بس بيوديها الجفت للجماهير، ما اعرفش ازاي دي بتروح كده وبالباج لاخره، ما اعرفش عارف ازاي. يا اسطى اقسم بالله لعب جوه والله ما باصه، اقسم بالله عامل بينيه ما باصه يا جدعان. يا جدعان ماشي يعني، على الاقل ما خدناش فرق واسع يعني، او ما دخلناش بونص يعني. انا مش عارف اتحكم في تشكيلتي. تشكيلتي ستيب اوفر، نسيت ستيب اوفر والله، ان بقالي فتره شايلها، ان كل مره اقولها ارجعها وانا يعني قطعت ورجعت له برضه، قطعتها وراحت له برضه، اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ اجيبه من قفاه عشان ما تروحلوش يعني؟ طب يا جدعان والله الفكره مش في حاجه، الفكره انا ببقى عارف هو هيعمل ايه، بس اللعبه مش مساعده زي ما انت شايف، اللعيبه ثلاجات ماشيه في الملعب. انك لاعب زي كويت دوت يعني ده جده كويت عشان يلف في اتجاهه، بدي اجيب له نقلات ويجري، اجيب له كرسي، اجيب له توك توك يروح بيه، اوقفه توك عشان يعرف يمشي، هو ما مكسح ما بيمشيش. لعيبه تقيله ما مش عارف، وخلت المفروض ان هو احسن خط في النص في اللعبه وهو كويس، بس ساعات بيجي له وقت بيخاجي ما اعرفش ليه. وبقيه اللعبه يعني شويه، وعندك الاستاذ فانيستيجوي يعني زي الزفت يعني، شويه يبقى حلو شويه يبقى مش عارف، ماليش لاقي له مله، وباللي جن زي الخرا وكله زي الخرا. فيعني الله المستعان فاهمني، ويا رب تكونوا استمتعت، وبس كده يا اخواتي، اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.